مرحبا صبايا، اليوم بدي أقدم معكم خبز الفوكاتشا. راح أحتاج هلأ الطحين نخلته، 4 أكواب من الطحين منخل وعليهم كوبين مي، وممكن نحتاج شوي أكتر، بدنا إياها العجينة كتير بتلزق بالإيد. وعليهم كمان معلقة صغيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الخميرة، هذه خميرة طبيعية، ورشة ملح، يعني ممكن تكون يعني نص معلقة صغيرة، ما راح أكتر. وهذا من الزيت اللي عملته المنكه بالأعشاب. راح أحتاج ممكن معلقتين كبار. هلا بشوف وأنا بحط. راح أضيف كل شي مع بعض. هذه خميرة، بالآخر راح أضيف الملح، بس خليني شوي أفعل الخميرة. بدي ألمها أول شي. هلا برجع لكم. هلا ميزة هذه الخبزة أو العجينة إنه أنتي مش راح تعجني كتير، يا دوب بتلميها مثل هيك لمم. فحطيت هلا الملح الهيمالايا، وحطيت معلقتين كبار من زيت الزيتون المنكه، هذا هيك بالعين يعني حطيتها. بقدرش اخد اصور بايد او احمل بايد، وايدي اوريدي يعني فيها طحين، فبس بدي اخليها تختلط المكونات مع بعض وراح ارجع لكم. هلا شو بدنا نساوي بعديها؟ بدنا نتركها نص ساعة وبعدين نرجع مرة تانية، نرجع بس هيك يعني نلتها مثل هيك، ونحاول نبعد الجزيئات ونمدها مثل هيك. نضلنا نعمل مثل هيك تقريبا 4 مرات. نضلنا كل نص ساعة نضلنا نمدها لهذه الطريقة، بعد يعني ما أكون أنا خلطت كل المكونات مع بعض، عشان أنا دايما بعتمد التخمير البطيء اللي هو كيف إنه أعجنها قبل بليلة وأخليها من 12 ل 24 ساعة، وخلال هذه الفترة بعجنها 2-3 حسب ما يصحي لي يعني. هيك بتصير أفضل وما بتوجع البطن لما بتصير فيها تخمير بطيء. لهيك أنا ما حطيتش كتير خميرة. بلشت تعطي البابلز. هلا بدي أنزل إيدي شوي بالمي هيك وأصير أمط فيها. يا ما أحلاها، بلمسها ناعم، ضلني أمط فيها على قد ما أقدر. لين ما تحسي إنها رح تقطع برجع بحط إيدي بالمي شوي، برجع من كل الجوانب، ضلني أمط فيها ما أحس إنها رح تقطع.
هلا راح ارجع برضو اتركها مثل هيك نص ساعة وارجع اشتغل فيها. بس انا لاني بدي انام بس اصحى برجع نفس الشي، بخليها كل نص ساعة برجع بلت ايدي بالمي وبرجع بعملها مثل هيك، بمطها 3 4 5 مرات وبعديها بالاخر بكون مرة يعني 12 ساعة. انا ناوي اخليها بس 12 ساعة وبعديها راح افردها واكملها معاكم. بس هو هيك هذا التكنيك، انه التخمير البطيء هو ما بين 12 ل 24 ساعة لاكتر، بس انا بالعادة يعني بخليها 12 ساعة. يعني حتى البيتزا دائما بعمل البيتزا دائما بعملها قبل بليلة، يعني بخليها 12 ساعة ومرات شوي اكتر. وهون آخر تخمير راح يكون راح أدهن البايركس بزيت الزيتون وأنزل العجينة فيه، وراح أخليها من 2 ل4 ساعات. أنا حسب وقتي أخذت معي 4 ساعات لأني كنت مشغولة بشغلات تانية. وهون بعد مرور ال4 ساعات راح أنزل شوية زيت زيتون على الوش، يعني 3 معالق، وبعديها أصير أغرز أصابعي بالعجينة. هون سر الفقاعات هذه البالونات، أنه على قد ما تكون ارتاحت على قد ما راح تعطيكي بالونات وبتجنن، والكريسبينس كمان برضو. بعدها راح أصير أنزل بهذه الفراغات، راح أصير أنزل البندورة الكرزية والجبنة البيضاء. أنا حبيت أضيف البندورة المجففة اللي عملتها معكم، البيستو صوص برضو اللي عملته معكم نزلت كمان، حطيت عليها روزماري وحطيت عليها أوريغانو، حطيت عليها كمان الثوم المشوي والزيتون الأسود، زيتون الأخضر، كلها بتعطيها طعم كتير طيب. وبالآخر راح أحط عليها اللي هو أهم شيء رشة الملح الخشن الصخري. لهيك أنا بالعجينة ما حطيت كتير ملح، أنا حطيت بس نص معلقة صغيرة لأني راح أرش بالآخر ملح. هذا اللي بيعطيها طعم كتير طيب لما ترش الملح بالآخر. وأول ما تطلع من الفرن بضيف عليها رشة زيت زيتون لأنها بتعشق زيت الزيتون. وهلا للديبينج بدي احط انا بالعاده بستخدم البيستو صوص كتير طيب معها اللي عملته معكم. وممكن كمان تستخدموا برضو الزيت اللي كبست فيه الاربز الاعشاب الايطاليه، او زيت البندوره المجفف اللي عملته معكم كمان كتير طيب. ويا اما خلي البلسمك اذا بدكم اياه حامض، او دبس الرمان اذا بدكم اياه يعني سويت اند ساور يعني كمان. وعليهم كمان اي نوع من الشطه. اخلطوهم كلهم مع بعض ودوقوا اطيب صوص بجنن. وزيت زيتون هذا اللي انا راح استخدم، اللي انا كابسه فيه هذا الاعشاب الايطاليه.
انه طعمة الزيت المكبوس فيه الأعشاب الإيطالية وهيك، طعمه بتشهي ريحته بتشهي.